ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في مملكه سامو. زي ما قلت لك انت دخلت المملكه بمزاجك هتخرج منها بمزاجك، بس قبل ما تخرج من المملكه ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هو احنا خلصنا من الشحاته على التيك توك وابعت لنا عشان نجيب علاج وابعت لنا عشان نجيب شقه وابعت لنا عشان نصيف؟ دلوقتي بقينا كلنا اشتغلنا نبطشيه خلاص. 90% من اللي على التيك توك الا من رحم ربي خلاص بقت نبطشيه كلها، كلهم بينقطوا في الافراح، كلهم بيدوا التحيه وبيقولوا التحيه باسامي كل الناس اللي جايه، ومسا وتحيه لكل اللي جاي واللي شرفنا ونورنا وتجار الميه السخنه وتجار الميه الساقعه. في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ كل واحد بيطلع مراته ومطلع اخته ومطلع بنته ومطلع اي حد من حريمه في البيت عشان خاطر داعم يرمي له حاجه. ترقص اهل بيتك وترقص اختك وترقص مراتك عشان خاطر داعم يرمي لك حاجه. يا جماعه في ايه؟ احنا وصلنا لكده ازاي؟ ان المجتمع بينهار من شويه، ما هو من اللي انتوا بتعملوه. خلاص كل واحد نسي شغله ونسي بيعمل ايه، وقاعد قدام التيك توك فاتح لايف وجايب مراته ولا جايب بنته وحاططها جنبه وعمال يرقصها ويسقف لها عشان خاطر الداعمين يرموا لهم حاجات ويرموا لهم هدايا. يا اخوانا انتوا ايه اللي جرالكم؟ نسينا شغلنا ونسينا حياتنا ونسينا القيم والعادات والمبادئ، وقبل كل ده ديننا اللي اتربينا عليه. هيجي لك فلوس وهيجي لك فلوس كويسه، بس هل ربنا سبحانه وتعالى راضي عن الفلوس اللي انت جبتها دي؟ هتقول لي انا ما بعملش حاجه غلط. في اكتر من كده غلط يا ريس. انت اصلا ما غيرتش على اهل بيتك، انت مطلع اهل بيتك ترقصهم، واللي جايب مراته تطبخ قدام الناس ومقعدها، واللي جايب اخته. يا اخوانا في ايه؟ وتحيه انتوا عاملين زي القرود يا جماعه، انتوا عاملين زي القرود اللي في القفص وهم بيحتفوا لكم الهدايا. القرد لما يتنطط شويه ولا يقعد يشاور على واحد فالواحد ده يحدف له هدايا. انتوا عاملين كده بالظبط، ما فرقتوش عن سوق النخاسه في حاجه. انتوا بتطلعوا تعرضوا البضاعه، كل واحد ينقطكم بقى حسب مزاجه. اخذ كل واحد بقى نبطشي وجنبه العلمه بتاعته بيلم عليها النقطه. في يا اخوانا ما ينفعش اللي بيحصل ده بجد. انتوا نزلتوا لتحت، احنا المفروض نطلع لفوق. يا اخوانا حرام عليكم. الفلوس هتجيلكم وهتجيلكم سهله جدا، بس ربنا عمره ما هيكون راضي عنها، عمركم ما هتكونوا راضيين عنها. ولو رضيتوا عنها بعد كده الاجيال اللي بعدكم من اهلكم مش هيرضوا على اللي انتوا عملتوه. الفيديوهات بتاعتكم موجوده وهتفضل موجوده، لو دورت على فيديوهات من 50 سنه هتلاقيها موجوده. هل انت لما تعمل فيديو ولا لما تعمل لايف عيالك ولا اولادك ولا احفادك هيبقوا راضيين على اللي انت بتعمله؟ ايه اللي لازم انت طلعتهم زيك كده من شحاتين التيك توك، بطشيه التيك توك، ومن رقصات التيك توك، ومن كل حاجه على التيك توك غلط. التيك توك برنامج كويس بس احنا للاسف اسأنا استخدامه، كل ده عشان خاطر الفلوس وعشان خاطر نلم هدايا. ملعون ابو الجنيه اللي يجي من ورا اهل بيتك وانك ترقص اهل بيتك وتطلعهم كده. ما قلتلكش ما تطلعش اهل بيتك، طلعهم بشكل محترم، مش ترقصهم حبيبي يا ابو فلان وحبيبي يا ابو فهد وحبيبي يا ابو علان عشان خاطر يرملكوا قرشين ولا يرملكوا شويه دراهم زي ما بيقولوا. اتقوا الله باللي انتوا بتعملوه وفوقوا شويه قبل ما يفوت الاوان.